طيب بعد كده بقى هيبتدي بعد تحديد الثلاث فئات دول، قال لك المنطقة المتميزة هيحدد الإيجار فيها كالآتي. هو أنت إيجارك هيزيد 20 مثل القيمة الحالية. يعني أنت النهاردة لو بتدفع 2 جنيه هيزيد 20 مثل القيمة بتاعتك. طيب بحد أدنى لو أنت منطقتك متميزة واتحطت في الحتة المتميزة طبقا لتصنيف الحي، هيبقى انت كده تدفع بحد ادنى 1000 جنيه. يعني انت لو رفعت القيمه بتاعتك 20 مثل وطلعت اقل من 1000 جنيه اوريدي انت هترفع القيمه بتاعتك 1000 جنيه. طيب لو كانت القيمه بتاعتك يعني 20 المثل بتاعتك على حسب بقى كانت في العقد الايجار القديم كام، لو كان مثلا وصلت 1100 خلاص انت هتدفع ال 1100. طب انت لو كان منطقه متميزه والقيمه الايجاريه بتاعتك وصلت 800 هيترفع ل 1000.